ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد وسيشن جديده، ويلا مع بعض نشوف الديسكفر عايز مننا ايه. ديسكفر النهارده برايمري 1، سواء ناشونال سواء انترناشونال سواء لغات سواء تجريبي، هو كله المنهج واحد. تعالوا نشوف الصف الاول الابتدائي ديسكفر محتاج ايه مننا في يونت 1، هنراجعها كلها مع بعض. اول حاجه جايب لي السنسز، الحواس اللي عندي، عباره عن اول حاجه السايت، يعني الرؤيه اللي انا بشوف بيها. I can see with my، انا بقدر اشوف بايه؟ بالايز. ايه اللي مطلوب مني يا مس؟ مطلوب مني انه يكون عارف الفايف فيربز دول اللي هم see وهير وسميل وتست وتاتش. مهمين جدا يعرفهم لان ده كله المنهج قايم عليهم يعتبر. تمام. وطبعا هو كده كده عارف ايز ونوز وايرز وهاندز. تمام. مش مطلوب منه ان هو يحفظ سبيلنج، بس المطلوب يكون عارف الكلمة ويقدر ان هو يختارها ويعمل عليها سيركل، بحيث ان هو يبقى فاهم ان هي دي الكلمة اللي هو محتاج يختارها. تمام. التو سنسز اللي عندي، الحاسة التانية بقى الهيرنج، السمع. I can hear with my، انا بقدر اسمع بايه؟ بالايرز، وداني. تمام. جايب لي طبعا الصور دول، هختار منهم الحاجات اللي انا اقدر اسمعها، زي الكمان دي، زي العصفورة، زي الجرس، زي الالارم. لكن الكورة انا مش محتاجة اسمعها، فمش هعمل عليها سيركل. اوكي. دي كده تاني سنسز معايا. افهمه ان هما 5 senses عشان هيجيله سؤال true or false، صح او غلط. احنا عندنا كام senses؟ 2 ولا 3 ولا 5؟ اوكي. نشوف الرقم 3 معانا، نمبر 3 بيقول لي التاتش، حاسة اللمس. I can touch with my، انا بقدر المس with my ايه؟ اكيد hands، يبقى لازم يحفظ verb touch وverb see وverb hear لحد حالا. اوكي. وجايب لي طبعا الحاجات اللي انا اقدر المسها، طبعا هيبقى كله تمام ما عدا الصن، لان الصن اكيد بعيده مفيش حد بيقدر يعمل لها تاتش. اوكي. يبقى كده دي التاتش. يبقى كده فاضل لي كام سنسز؟ فاضل لي 2 سنسز. اوكي. هنشوف معاه مع بعض اللي عليه الدور. نمبر 4 بيقول لي smell. smell يعني حاسة الشم. I can smell with my، انا بقدر اشم with my ايه؟ with my nose. تمام. طبعا هو عارف كلمة نوز، وحفظناه في verb smell يعني يشم. طبعا هيبقى الفلاور والبيتزا والبرفيوم ما عدا الكايت والتشير، اكيد انا مش بشمهم. تمام. فهعمل سيركل على الثلاثه دول وهسيب الاثنين التانيين. دي كده نمبر 4 معانا. فاضل هندخل دلوقتي على نمبر 5. تمام. بيقول لي هنا I can taste with my، انا بقدر اتذوق. تيست يعني يتذوق بايه؟ في ولاد هيقول لي ماوث، طبعا ماوث صح، بس هنا جايب لي مكرر عليهم كلمه تونج، اللسان. هتبقى طبعا with my tongue. اوكي. طبعا الكيك دي هيبقى معانا، الخضروات دي معانا طبعا، اكيد الباترفلاي لا، البوب كورن هيبقى معانا لان بتذوقه، الدوج لا. اوكي. فهيبقى كله هنعمل عليه سيركل ما عدا البوب كورن والدوج. اوكي. هنا بيقول لي my 5 senses، جمعهم لي كلهم وجايب لي الحاجات اللي اقدر اعمل عليها true ان بتحصل في الحاسه دي. يعني مثلا الفلاور بعمل لها سايد بشوفها، سميل بشمها، تاتش بلمسها. البيتزا هتبقى سايد، هتبقى سميل، هتبقى تيست، هتبقى تاتش. الالارم اللي قدامي هيبقى سايت، هيبقى هيرنج، هيبقى تيست، هيبقى تاتش. البرفيوم هيبقى سايت، هيبقى سميل، تيست، تاتش، وهكذا. والتلفزيون وهكذا، نشوف ايه اللي بنقدر نشوفه وايه اللي بنقدر نشمه وهكذا، ونختار الفيرب على اساس كده. هنا جايب لي زي ماتش كده كويس جدا، بيرجع لي الفايف فيربز دول. الهيرنج هوصلها بالسمع، التاتش بالايد، السميل بالنوز، السايت بالاي، وكده هيبقى هو راجع الفيربز، وهو ده اللي مطلوب منه، سواء ماتش سواء تشوز هيختار، سواء true or false صح او غلط. تمام. الموضوع سهل جدا وما تقلقوش، ومش محتاج حاجه ديسكفر، بس بيقوي عنده التركيز وبيهيئه لبعد كده، عشان في حاجه اسمها ساينس هيبتدي ان هو ياخدها. اوكي. هنا جايب لي ان عادل and رنا have some similarities، عندهم حاجات متشابهه and some differences. يعني ايه؟ عن كل الناس في الدنيا اللي ربنا خلقهم عندهم متشابهات وعندهم اختلافات. تمام. فهنا جايب لي ولد وبنت عندهم متشابهات وعندهم اختلافات. يعني مثلا I have a nose، طبعا الاتنين عندهم نوز فهنعمل عليهم true. طب هنا بيقولك مثلا I have two ears، طبعا دي similarities، دي حاجات متشابهة. طيب I have brown eyes، هو عنده عيون بني لكن هي عينيها blue، فطبعا دي differences، اختلافات.
هنا بيقول لي I have learned that الحاجات اللي انا اتعلمتها من اليونت دي. هنا جايب لي الكويز حلو جدا، يلا مع بعض نحله. put true or false. I can smell with my eyes. انا بقدر ان انا اشم بعينيا. غلط طبعا false. the extended family الاكستندد فاميلي اللي هي ايه؟ الاكستندد فاميلي العيله الممتده يا جماعه، امتداد العيله اللي هو فيهم الجراند بيرنتس والكازنز والانت والانكل، كل دول extended family. لكن الاميديت فاميلي اللي هي عيلتي انا بس، اللي هي mother وفاذر وبراذر وسيستر. اوكي تعالوا نشوف. هنا بيقول الاكستندد فاميلي فيها كازن وفيها جراند فاذر، طبعا دي صح. I have two senses only. انا عندي حستين فقط. غلط. I can use my tongue to taste food. طبعا صح، انا بستخدم لساني عشان ادوق الطعام. the immediate family اهي اللي انا قلت لكم عليها اللي هي مين؟ هتبقى mother. we use not sense to see things. حاجات اللي بستخدم حاسة ايه عشان اشوف الحاجات؟ طبعا السايت. I can smell a flower with my انا بقدر اشم with my ايه؟ nose. ears help us to not music to hear music. اول ما اشوف ear اختار hear، اول ما اشوف see sight اختار see، اول ما اشوف touch اختار hand، اول ما اشوف taste اختار tongue. هتعلميه بنفس الطريقه. تحت هنا بيقول لي match، عايزني اوصل العضو. الهيرنج هتبقى طبعا بالاير، والتاتش هتبقى بالهاند، والسايت هتبقى بالاي. تمام، ده كده ماتش هو هيعمله سهل جدا ومش مكرر عليه اكتر من كده. الكومبليت ده حلو جدا ولامم اليونت كلها هنا. تعالوا نشوف بيقول ايه. هنا بيقول لي complete the following، عايزنا اكمل اللي جاي ده. people have similarities and also have not. have ايه؟ كل الناس عندهم similarities وعندهم differences. تمام، اول ما يشوف similarities لازم يختار لها differences. اوكي. number 2 بيقول لي I can taste with my tongue. my tongue اول ما نشوف test نختار tongue. my not is a member of the extended family. my ايه is a member هو شخص او فرد من ال extended family، اكيد الaunt. تمام، اللي هي عمته او خالته. I have not senses. I have 5 senses. اول ما اشوف senses يبقى انا عندي 5 senses. اوكي، الماتش ده سهل جدا. انتظروني في مزيد من الفيديوهات. مع السلامة.